سلام عليكم. هنحكي النهاردة عن أغرب حاجة حصلت لمأمون الشناوي. مأمون الشناوي خرج من الدش بعد ما أخد الشاور بتاعه وفطر، وطلع بدلة من الدولاب عشان يلبسها. حط إيده في جيب الجاكيتة، لقى ورقة. قرا الكلام، لقى كلام غريب وكلام حلو بس مش هو اللي كاتبه. أمال الورقة دي جت منين؟ ندهها على الشغالة، قال لها إيه الورقة دي؟ مين اللي حطيتها هنا؟ إنتي؟ اتلجلجت الشغالة، قلت لها هعترف لك بكل حاجة يا سيدي. قال لها قولي. قالت له اصل كان في واد مكواجي بيحبني، كان بيبعت لي جوابات غراميه في جيب الجاكيته بتاعتك. قال لها تنزلي جري تطيري تجيبي الواد المكواجي ده. البنت نزلت تجيب المكواجي. راح مأمون الشناوي متصل بمحمود الشريف، صاحبه وعبقري الألحان المعروف، وقال له تعالى أنا عندي كلام تحفة عايزين نسجله. جه محمود الشريف وكامل الشناوي قراله كلمات الأغنية. محمود عجبه جدا الكلمات وقال له بس دي سكة جديدة عليك يا مأمون. قال له ما هو مش أنا اللي كاتبه، وحكى له حكاية الشغالة والمكواجي. الشغالة جابت المكواجي، ومحمود الشريف سأله أنت اللي كاتب الكلام ده؟ قال له أيوة يا بيه. قال لي يعني مش نقله من أي حتة؟ قال له لا والله يا بيه. قال له طب أنا هاخد الكلام ده وألحنه وأعمله الأغنية تنزل باسمك في الإذاعة. المكواجي فرح جدا، هيتنقل من يوم وليلة من المكواجي لكاتب أغاني. وفعلا محمود الشريف لحن الأغنية واتذاعت في الإذاعة وكسرت الدنيا وموجودة لغاية دلوقتي. كلمات الأغنية بتقول على الحلوة والمرة مش كنا متعاهدين، وغناها عبد الغني السيد. عايزة أقول لكم إن عبد الغني السيد كان وقتها في غزة، لكن أما سمع كلمات الأغنية عجبته جدا وجي جري وسجلها. عايزة أقول لكم إن كاتب الأغنية دي اللي بقى بعد كده من عتاولة كتاب الأغاني في مصر هو سيد مرسي، اللي توفى سنة 1995. شكرا جزيلا.